يلا بينا النهاردة نعمل أحلى باستا أنا بحبها، جميلة جدا وسريعة وبتدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده. يلا بينا على الطريقة والمقادير. هنحتاج 400 جرام مكرونة بينا أو أي نوع مكرونة انتوا بتفضلوا. مية مغلية نحط المكرونة ونسيبها لغاية ما تستوي. أنا بسلق المكرونة من غير لا ملح ولا زيت. بعد كده هنحضر بقى اللحمة. هنحط معلقة سمنة كبيرة ومعلقتين زيت كبار، وبعدين هنروح حاطة عليهم 300 جرام لحمة مفرومة. هقلبها فيهم كويس، نقلبها بقى لغايه ما تدينا اللون ده. بعدين هنروح ضايفين عليها التوابل: جوز الطيب، بابريكا، بهار حلو، ملح وفلفل، وحبه ريحان ناشفين، وحبه اوريجانو ناشفين. بحب احط التوابل الاول على اللحمه عشان اللحمه تشرب التوابل كلها ويبقى طعمها مختلف. بعد كده كنت انا ضاربه بصلايه مع فلفلايه حمراء في الخلاط ده، عصيرهم حطيته عليهم. بعدين احط معلقه كبيره صلصه طماطم واقلب كله مع بعضه لغايه ما تبقى باللون ده. هي غامقه شويه، ده طبيعي عشان احنا لسه هنحط عليها المكرونه بتاعتنا. هنقلب كويس لغايه اما المكرونه تشرب كل الميه الزياده وكل الصوص الزياده بتاع اللحمه المفرومه. وبعد كده نبدا بقى نقدمها، وحطيت عليها حبه لحمه مفرومه زياده وجبنه بارميجان او جبنه رومي، الاتنين بيدوا نفس النتيجه، وحبه بطاطس محمره. وبس كده، هو طبق متكامل مش محتاج حاجه تانية، سهل جدا وسريع. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيه لما تجربوه، وبالهنا والشفا. وما تنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب.